وسهلا بكم فيديو جديد من سلسلة فيديوهات تعلم خلال 24 ساعة تعلم. تجربة ال 24 ساعة كنا اتكلمنا فيها امبارح. الحمد لله أنا صحينا النهاردة، الحمد لله على خير، الحمد لله ده احنا على المشهور. وسافرت رحت مع الدكتور وسحبوا لي دم هنا اهو. وكانت طعمية آخر مرة كلتها كانت مع إسلام، والحمد لله كانت طعمية تاني النهاردة. يعني دي نعمة كبيرة أوي، يعني معرفش يعني. الحمد لله الحمد لله أنا على الأقل باكل حاجة فيجن شويه، ما فيهاش لحوم ما فيهاش حاجه، فانت اوريدي ان شاء الله حاجه حلال يعني 100%. آه انا دلوقتي ان شاء الله هنبدا اول سلسله. انا عملنا سيرش امبارح الحمد لله كويس، وصلنا لكام سورس هنشتغل عليه ان شاء الله النهارده. انا لسه واصل البيت، جالي كام ايميل من اللي انا بعتهم امبارح، فانا ان شاء الله هشوفهم بالليل ان شاء الله، وارد عليهم بالليل باذن الله بعد ما اخلص الكورس عشان ما شتتش نفسي. والطبيخ المفروض ان انا اطبخ، بس للاسف انا مش هلحق اطبخ دلوقتي. فانا قلت انا سبت الحمد لله طعميه او اتغديت، عشان لو التوانسه ما بيحبوش يفطروا طعميه. من بمقارنه الموضوع الفطار المصري والفطار التونسي، ان هم بيشكوا فطورهم اللي هم بيفطروا يعني كرواسو، بلحتين، ويشرب مثلا شويه لبن زبادي خلاط الحاجات دي. وبعد الظهر مثلا او الساعه 2 3 العصر الظهر، يعني على ايا كان على حسب انت بتشوف الفيديو منين. بيبدأ بقى ياكلوا بقى اللي هي بنسميه عندنا سلطة مشوية، سلطة مشوية سلطة مشوية. ياكلوا بقى طاجين، ياكلوا أكل بتاعنا، تمام، أكل حوت بقى. فمن التجارب اللي كنا عملناها في مرة احنا من سنتين تقريبا مع رمزي وحسان يعني، بس حسان كانش معايا في اليوم ده، حسان تقريبا كان مسافر، فرمزي كان معايا، فاتفقنا انا اتفق رمزي نيجي نجرب يوم كده نفطر فطار مصري وفطار تونسي. فروحنا مكان نفطر فيه فطار تونسي، اللي هو بالنسبه لنا اللي هو زي الاكل الفرنساوي، اللي هو كرواسون ونسكافيه او ايا كان بقى، لاتيه ماكياتو كابتشينو اسبريسو، يعني على حسب ذوق كل واحد. ورحنا فعلا عملنا التجربه دي من زمان، من حوالي سنتين سنتين ونص حاجه في الرينج ده، وعملناها في مكان. طلبنا كرواسون وباجيت والجبنه اللي هي الفرنسيه القطع المربعه والمثلثه، ده وده، وبيضايه، كل واحد ياخد بيضايه. اكلنا الحمد لله كله تمام. فبقول لرمزي بقى انا جعان. قال لي احنا فطرنا، قلت له لا احنا ده بالنسبه لك انت ده افطار، أنا بالنسبه لي انا لسه ما اكلتش. قال لي عايز تجرب ايه؟ قلت له انا عايز اجرب بقى نروح محل ام سي فيت، ده كان في المدينه القديمه اللي كنا ساكنين فيها. فرحنا قلت له عايز اكل سندوتشين طعميه، واحد ليا واحد لرمزي. بتاعنا احط عليه بتنجان، كوسه، بطاطس، جبنه حلوب، بس حاجات كتير قوي كده. حلوم حلومي انجلش. جبنه حلومي مش حلوبي. يعني كنت دايما وانا صغير بقول اول ما جيت حلوب اللي هي جايه من حليب، طلعت اسمها اصلا حلوم اللي هو انجلش حلومي، بس مالناش دعوه دلوقتي. آه، فده بيبقى سندوتش كبير كده ما شاء الله، ممكن احطه في الصور ان شاء الله، لسه واكل من شويه. فهو ده بيتاكل ويقفل بقى بطني كام ساعه كده، ايه ستوب شويه. آه، فرمزي ساعتها بقول السندوتش ده، قال لي ده بالنسبه لي السندوتش ده اكل غدا مش فطار. قلت له ده بالنسبه لي احنا فطار. فان شاء الله نبدا مرحله جديده دلوقتي، نبدا مرحلتنا الا وهي نبدا في كورس اللغه الاسبانيه. خليكم معانا، تابعوا معانا جديد اول باول، ونعيش تجربه مع بعض، وهشوف هنوصل لفين. انا بحاول اعمل اي سسبنس، بس انا اسف ان انا اكتشفت ان انا ما فيهاش سيكه في الموضوع ده، بس قشطه انا متقبل فشلي. طالما انا اول مره اجرب فتمام، كل منا له يومه الاول يعني. انا مش عايز احكي عن تجاربي في حاجات كتير قوي اول يوم ليا فيها في حياتي، ف تمام انا متقبل دايما ان انا اول مره اول حاجه اعملها او اول مره انفذها، فمتقبل اي خطا ممكن يحصل لي، خطا بشري اللي هو العادي. تمام. فان شاء الله في نهايه الفيديو ان شاء الله ممكن تشوف الفيديو اللي بعده على حسب بقى ترتيب الفيديوهات هتبقى عامل ازاي. الا وهو احنا هنعمل حاجه الا وهي ان هننزل الفيديوهات على اليوتيوب ان شاء الله. فممكن تشوف الفيديوهات دي على حلقتنا على اليوتيوب، وتعمل سبسكرايب وتفعل الجرس، او تحطها او تشوفها على التيك توك، ده لو لنا نصيب يعني، انا حد ما اعرفش. انا خايف ادخل عليه لحد دلوقتي بسبب ان الناس كلها عمال تتشقط كده. وكمان على الفيسبوك
وان شاء الله بفكر اعمل انستجرام، بس خايف الدوشه دي كلها تاخدني من وقتي ومن حياتي الشخصيه وشغلي ومهني ودراستي. فانا مش عارف، بس انا حاليا الاسبوع ده كله واخد اجازه من الشغل عشان عندي كام كورس اخلصهم، اوريدي انا مخلص جزء منهم كبير. فانا هخلص الجزء التاني واقعد في البيت اذاكر شويه. فانا قررت اتعلم اللغه الاسبانيه، فخليكم معانا ان شاء الله تشوف اول باول. اشوفكم ان شاء الله في اخر اليوم اكون ان شاء الله اتعلمت حاجه، مثلا وليكن هنبدا بالحروف زي اي لغه، الحروف الارقام لحد مثلا 20 30. بعد كده نبدا الكلمات، تبدا بقى الشخص بيعرف نفسه، بعد كده العائله، يبدا بعد كده المهنه، بعد كده الفئه العمريه، بعد كده الصفات، تخش بقى ايه تبتدي زي اي لغه، اللغه الالمانيه والفرنسيه الانجليزيه كان كده نفس الكلام. فانت الحمد لله احنا اتعلمنا الماني وكنا ثانويه عامه فرنساوي، فاحنا الحمد لله ان احنا اتعلمنا اساسيات ازاي تتعلم اللغه اجنبيه. اللغه العربيه لها قوانين مختلفه، زي اللغه الصينيه دلوقتي والكوريه واليابانيه، فانت دي حاجات مختلفه خالص. لكن انا بتكلم على اللغات اللي هي الحروف اللاتينيه، لا تبقى تقريبا بنسبه حاجه 80% تقريبا من وجهه نظري الصغيره، الا وهي بتبقى متشابهه شويه في معظم القواعد. اختلاف بقى النطق، اختلاف التركيبه، زي مثلا اللغه الالمانيه الفعل دايما معظم الوقت لان معظم الافعال اصلا افعال شاذه، فانت بتتحط في اخر الجمله طبقا للقاعده. زي الانجليزي لا، دايما الفعل بعد الفاعل، فانت اللي هو على حسب. فخليكم معانا في فيديو جديد ان شاء الله، ونشوفكم على خير باذن الله في مرحله جديده. المره الجايه ان شاء الله هتلاقيني بعرف نفسي على الاقل حروف وارقام باللغه الاسبانيه، ونكتبها ازاي صح. في رعايه الله.